قلب الحدث تقدم لكم حوارا مع الفائز بشخصية المثالي. أعزائي موظفي فندق شيراتون القاهرة المحترمون، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس الموافق 2/6/2016 نجري حوارا لمجلة قلب الحدث الإعلامية مع موظف بفندق شيراتون القاهرة، وهو السيد الأستاذ الموقر والكبير أنور محمد عبد الغني درويش، ويعمل بقسم المغسلة بفندق شيراتون القاهرة، وقد تبوأ سيادته المركز الأول وفاز به على مستوى المسابقة الشخصية المثالية لسنة 2013. بداية دعني أرحب بحضرتك وهنئك بثقة زملائك ولجنة التحكيم الموقرة بك ومنحك هذا الشرف. أستاذ محمد، ألف مبروك فوزك، وكلمة توجهها لمجلة قلب الحدث الإعلامية المشرفة على المسابقة ودورها التنويري والإعلامي، ماذا تقول لها ورئاسة تحريرها؟ وكلمة أيضا توجهها لنقابة العاملين بفندق شيراتون القاهرة ولزملائك السابقين. أنا بشكر قلب الحدث، وبشكر الزملاء والقائمين على قلب الحدث، الأستاذ كامل هابيل والأستاذ محمد إسماعيل، وبشكر نقابة شيراتون القاهرة كل واحد باسمه، وبشكر شكر خالص لإبراهيم علي، وبشكر الزملاء، وبشكر كل ما هو فكر في قلب الحدث، لأن هي حاجة كويسة جدا. ليس قلب الحدث لأن قلب واسع بيحل مشاكل كل ما تحتوي بالعاملين وبالموظفين بأوتيل شيراتون القاهرة. ألف شكر لأبو يوسف وللعاملين بمجلة قلب الحدث. السلام عليكم. أستاذ محمد، كلمة توجهها لجنة التحكيم الموقرة والتي أنجزت مهمتها بكل حيادية وشفية ونزاهة، والتي كانت مكونة من سيد الأستاذ أحمد محمد ندى قسم الآلة الطبية، سيد أستاذة إلهام عبد العزيز قسم الآلة الطبية، سيد الأستاذة هويدا منير قسم روم سيرفيس، سيد الأستاذ محمد عبد المعطي قسم الحسابات، سيد الأستاذ علي نصر قسم الجراج، سيد الأستاذ محمد عبد المنعم قسم الحسابات، سيد الأستاذة جيهان ربيع قسم الغسالة، سيد الأستاذ حسن هاشم قسم السلامات، سيد الأستاذ منصور محمد قسم كابتن العاملين، سيد الأستاذ أشرف العين الفنان غنى عن التعريف، سيد الأستاذ محمود عبد الله قسم الشفط الداخلي، سيد الأستاذ أيمن محمد قسم الأبراج، سيد الأستاذ محمود مختار قسم روم سيرفيس، سيد الأستاذ مجدي محمد إمام قسم السلامات بلمن، سيد الأستاذ خالد حماد تغذية والمشروبات، الاستاذ عادل امين قسم مطبخ، الاستاذ بلال شعبان قسم هندسه، الاستاذ حسن عبد الهادي قسم كوب شوب، الاستاذ سيد حمدي قسم امن صناعي، الاستاذه صباح احمد علي قسم كازينو، الاستاذ محمد بشير قسم بلمن، الاستاذ ماهر بكير قسم كازينو، الاستاذ خالد زكي قسم مطبخ، الاستاذ صالح محمد صالح قسم موارد بشريه، الاستاذ جمال الدين بدر الدين قسم المكاتب الاماميه علاقه النزلاء، الاستاذ ناصر محمد قسم شفط الداخلي، الاستاذ عادل عنتر قسم الكازينو، الاستاذ محمد ابو الشهود قسم التجهيز والتحضير، سيد الاستاذ خالد رشاد قسم التجهيز والتحضير، سيد الاستاذه مديحه حسين قسم مخزون المشروبات، سيد الاستاذ اشرف قسم مغسله، سيد الاستاذ ماهر ميخائيل قسم الغذاء والمشروبات، سيد الاستاذه عزه سيد قسم شفط الداخلي. كلمه توجهها لجنه حكم التي شرفت باختيارك. أنا بشكرهم على شعورهم ناحيتنا، وإن هم أهل الثقة، وأكيد اختاروا صح، وأنا بشكرهم وبتمنى لهم السعادة، وكل سنة وهم طيبين. لمن تهدي الجائزة وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ أنا بهديها لأولادي وبالأسرة الجميلة، وللست أم وليد اللي هي والدتي مراتي، وبهدي خاصة لابن إسلام وأتمنى له الشفاء العاجل، وبهديها لكل الأصدقاء وأهل المنيا جميعا، وبهديها لكل حبايبي وللقرية وللناس اللي هم يتمنوا له الخير في كل الخير. ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن أسرتك وأولادك ودراستهم وعملهم إن كانوا يعملون، لنعرف مجتمع الفندق بهم. أنا بحب أتمنى السنة القادمة تكون سعيدة علينا، وبالانفتاح وبالشغل وبالعمل الكويس. وأنا بالنسبة لي أنا يعني مواليد 60، وعندي الكبير الأولاد محمد أنور محمد خريج تجارة جامعة القاهرة، وبعديه إسلام معهد فن تبريد وتكييف، قسم تبريد وتكييف. زينب خريجة آداب القسم الإنجليزي، متزوجة ومعاها أولاد، واخدة دكتور صيدلي، وأولادها محمود وهاجر ورؤى، وجوزها الدكتور عصمت بصيدلية المحص ملوي، وأحمد أنور محمد ابني أنا في تاني إعدادي، وبنتي أنا الأمورة ربنا يخليها لي سارة أنور محمد
بثالثه ثانوي قسم علمي، وربنا يوفقها ان شاء الله ويوفق كل زمايلها، وان شاء الله طب ان شاء الله. حاج محمد، تكريما وتخليدا لموظف فندق شرطة القاهرة السابقين والراحلين، اذكر 2 أو أكثر من موظف الفندق سواء راحلين أو سابقين لنذكر مجتمع الفندق بهم ويدعو لهم بالسلامة وطول العمر أو يدعو لهم بالرحمة. انا بتذكر احسن رجال وعمل، وكانوا كويسين وموفقين في عملهم. الرئيس كمال عبد النبي، والمدير له الفضل بعد ربنا عليا في تعييني مستر علي الجماهير. حاج أنور، علق بالصواب أو بالخطأ الحكم والأقوال المأثورة الآتية. هناك إناس تحدثهم عن الألم فيحدثونك عن الأمل، هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب منا دائما. صح. حاج أنور،